مرحبا بكم في برنامجكم التوعوي على قناة المعرفة. برنامج أسبوعي يجاوب على أسئلتكم واقتراحاتكم من الناحية القانونية. واليوم في الحصة هذه إن شاء الله باش نتناولوا مسألة الأحوال الشخصية ومسائل أسرية والأسئلة الأكثر شيوعا واللي بعثوا لنا بهم انتم. السؤال الأول يقول: أنا فتاة تونسية تربطني علاقة زمالة واحترام مع زميلي في العمل، وهو إنسان محترم وعلى خلق وقد طلب مني الزواج. المشكل وأن زميلي في العمل متزوج وله طفلين، وهو لا يريد تطليق زوجته الأولى لاعتبارات عديدة منها الأطفال والعشرة، وزميلي هذا عرض علي فكرة الزواج العرفي، وهو يقول أنه زواج حلال، إلا أن هناك من أخبرني وأن هذا الزواج لا يمنحني حقوق الزوج، فهل هذا صحيح؟ وأريد منكم الإجابة من الناحية القانونية. بالنسبة للفتاة كريم هذه نجاوبوها ونقولوا له أنه الزواج العرفي هو زواج ممنوع في تونس، باعتباره أن تعدد الزوجات ممنوع، وأيضا ما يمكنش أنه يتم تحرير عقد زواج إلا بالصيغة اللي حددها القانون. يعني العقد الزواج يا إما يحرروا عدل الإشهاد وإلا يحرروا ضابط الحالة المدنية، بالتالي ما يمكنش للطرفين أنهم يحرروا الزواج على ورق عادي ويصحوه كما يتم في الزواج العرفي. إذا الزواج أكثر من ذلك المشرع مشى إلى حد تجريم الزواج العرفي، يعني اللي الطرفين اللي زوجوا زواج عرفي يعتبروا قد ارتكبوا جريمة الزواج على خلاف الصياغة القانونية، وبالتالي بما أنها جريمة إذن عندها جزاء قانوني. المشرع هنا يرتب على جريمة الزواج العرفي جزاء قانوني اللي هو سنة سجن مع خطية مالية، ومع العلم أنه بالنسبة للعقوبة هذه لا يمكن إعمال فصل 53 فيها. شو معناتها ما يمكنش أنه القاضي يجتهد ويخفف من الحكم وإلا ينزل من العقوبة إلى درجة أو درجتين كما في الجرائم الأخرى. هنا المشرع حب يردع الزواج هدايا وحب يحد منه، يعني ما يمكنش المرأة والرجل إلا أنهم يتزوجوا بالطريقة القانونية. شنو الآثار القانونية في حالة يعني تم الزواج العرفي؟ هنا في حالة الزواج العرفي الحكم بيدو الجزائي اللي ينص على يعني عقاب الفاعل والفاعلة هو بيدو يعلن هذا الزواج فاسد، يعني هو زواج باطل من الأساس فاسد، ويحل الرابطة الزوجية بين قوسين وكأنه ما كانش معناتها أساس. هنا يعني المرأة لا تعتبر مطلقة في إطار الزواج هذا. هنا يقول إذا كان تم البناء ولا إذا كان تم الدخول بالزوجة يعني إيش يحصل؟ هنا يعتبر وكأنه كما قلنا ما كانش فما علاقة زوجية، والمرأة لا تعد مطلقة. إذا حصل وأنه أنجبوا أطفال يتم يعني إسناد لقب الأب بعد الاعتراف به وإلا يثبت معناتها النسب حتى من خلال الوثيقة هذه، إلا أنه يعتبر ابن غير شرعي وكأنه من علاقة خارج الزواج، باعتباره أنه هذا الزواج كما قلنا زواج باطل وهو مجرم قانون. هذا بالنسبة للإجابة على السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: أنا شاب تونسي فسخت خطوبتي مع خطيبتي لأسباب لا أريد الإفصاح عنها، لكن خطيبتي امتنعت من إرجاع الهدايا التي قدمتها لي، خاصة وأنها هدايا ثمينة وباهظة الثمن. هناك من أشار علي برفع قضية في الغرض بعد التنبيه عليها بعدل المنفذ، فهل هذا صحيح أم لا؟ هنا باش يقولوا للشاب هذايا أنه بالنسبة لعلاقة الخطبة بين الخطيب والخطيبة نظمها القانون فيما يخص الهدايا واسترجاعها. الشاب هذا يقولوا أنه هو من فسخ الخطبة. في حالة فسخ الخطبة من السائل فإنه لا يجوز له مطالبة بإرجاع هداياه، بمعنى أنه الخطيب أو الخطيبة الذي نكل عن إتمام يعني الزواج وهو من كان فسخ الخطوبة منه لا يجوز له قانونا المطالبة باسترداد الهدايا. السؤال الثالث سائلة تقول أنه زوجها عنيف وهو كثير الاعتداء عليها بالضرب، وكانت في كل مرة تسكت وذلك من أجل الأبناء، إلا أنها تقول سئمت هذا الوضع وأريد طلب الطلاق، فهل هذا ممكن؟ نقول للسيدة الكريمة أنه هذا ممكن باعتباره أنه المشرع سمح الزواج ينجم يكون يا إما إنشاء وإلا للضرر وإلا بالتراضي من الزوجين. في هذه الحالة تقول أنها
زوجها كثير الاعتداء عليها بالضرب، لكن ما تخبرنيش هل أن عندها أحكام قضائية يعني في العنف الزوجي وإلا لا، هل اشتكت بزوجها وإلا لا. في كل حالات احنا نقول أن إذا رامت الطلاق للضرر فلا بد لها من إثبات ذلك الضرر وهو الاعتداء بالعنف الزوجي في هذه الحالة عن طريق حكم قضائي. يعني ما يكفيش أن الزوجة تدعي وإلا تصرح بأنها كانت ضحية العنف وإلا يعني تستشهد بناس وشاهدوا العنف هذا، بل لابد لها من حكم قضاء. احنا هذا ما نصش عليه المشرع، لكن فقه القضاء يعني هو اللي يلزم الاستشهاد بحكم قضائي في العنف، وذلك حتى لا نفسح الباب ربما للتجني من الأزواج. وإلا إذا الزوجة هذه إذا عندها أحكام قضائية وإلا إذا ما عندهاش تولي هنا تقدم شكاية في العنف الزوجي وتتحصل على حكم، والحكم هذاك يتم الاستشهاد به لطلب الطلاق للضرر. في هذه الحالة يعني الطلاق للضرر ياخذ تقريبا نفس المسار اللي ياخذ الطلاق الأنواع الأخرى نتاع الطلاق. معناتها فما جلسات صلحية، تقول هي عندها أبناء على الأقل فما 3 جلسات صلحية، بين الجلسة والجلسة فما شهر، وبعد ذلك يتم يعني النظر في القضية في جلسات حكمية، وعندما تستوفي يعني القضية سيرها العادي يحجزها القاضي لفترة تأمل دوم شهري. هنا على كامل هذه الفترة يمكن للزوجة أنها يعني تتراجع في القضية وإلا أن تستمر للنهاية. بعد التحصيل على حكم الطلاق يتم يعني في نفس الحكم يتضمن فيه غرم الضرر للزوجة، وغرم الضرر هذا ينجم يكون في شكل رأس مال، يعني عندما تطلق للضرر يحكم لها بتغريم زوجها، إما عن طريق رأس مال يدفع لها يعني مرة واحدة، وإلا عن طريق جراية عمرية. والجراية العمرية هذه تتواصل معها إلى حين يعني تغير وضعيتها، إما بزواج جديد أو ربما بوضعية جديدة تغنيها عن هذه الجراية، أو بوفاة الطليقة. السؤال الرابع يقول: أنا مطلقة وتحصلت على حكم نفقة في حقي وفي حق أبنائي القصر وهم جميعا يزاولون تعليمهم، لكن هناك من أخبرني وأن النفقة تسقط بمجرد بلوغ أبنائي سن الرشد، فهل هذا صحيح، خاصة وأني وأبنائي في أمس الحاجة إلى هذه النفقة؟ باش نجاوبوا للسائلة الكريمة ونقولوا لها وأنه النفقة تسقط مع بلوغ سن الرشد بالنسبة للأبناء القصر، إلا أنه بالنسبة للأبناء الذين يزاولون تعليمهم فإنه يعني المشرع مد في هذه النفقة إلى حد بلوغهم سن 25 سنة، بمعنى أنه الأبناء إذا كان يقرأوا حتى كيف يوصلوا إلى سن الرشد اللي هو 18 سنة فإنه يمتد الإنفاق عليهم بحكم القانون، وما تسقطش عليهم النفقة إلى حين بلوغهم سن 25 سنة، وتقريبا يعني السن اللي ينهيوا فيه دراسته. بالنسبة للبنت هنا المشرع أعطاها يعني استثناء، بالنسبة للبنت يقعد الإنفاق عليها بموجب القانون وبقوة القانون من الأب إلى حين يعني تصبح قادرة على الكسب، يعني يكون ولي عندها خدمة وإلا تتزوج وتصبح هنا نفقتها محمولة على زوجها. بالنسبة للأبناء العجز أو الأبناء اللي عندهم إعاقة هنا لا تسقط عليهم النفقة يعني مطلقا طول ما هم على قيد الحياة، فإن الأب يقعد ملزم بالنفقة ولا تسقط عليهم هذه النفقة، يعني يبلغوا سن الرشد وإلا بعده. هذا بالنسبة كما قلنا الإجابة على السؤال الرابع. السؤال الخامس يقول: أنا موظف تونسي وقد حكم بالطلاق علي بيني وبين زوجتي الأجنبية ولي منها طفلين، الأول في سن العام والثانية في سن 3 سنوات، فهل يجوز لي طلب الحضانة، خاصة وأن زوجتي مسيحية وأخاف على أبنائي أن ينشأوا على غير دين أبيهم؟ هنا باش نجاوبوا المواطن الكريم ونقولوا له أنه الأبناء إلى حد سن 5 من عمرهم يتم إلحاقهم يعني وجوبا بحضانة الأم، حتى ولو كانت هذه الأم يعني كما قال من غير ديانة الأب، مع تمتيعه بزيارة أبنائه واستصحابهم في الأعياد والعطل.
إذا هنا نلاحظوا أن المشرع يعني غلب المصلحة الفضلى للأطفال، خاصة وأنهم في السن هذا يكونوا عندهم مستلزمات وعندهم حاجيات لصقة بأمهم إلى حد سن 5 سنوات. ما يمكنش للأب أنه ينتزع الأبناء من أمهم، لكن بشرط أنه الأم هذه تكون مقيمة في تونس، ويعني ما تفكرش في أنها تسافر بالأبناء إلى خارج البلاد أو إلى مسافة كبيرة تمنع من أنه يمارس حقه في الرقابة على أبنائه في الولاية وفي حقه في الزيارة والاستصحاب. ده بالنسبة كما السؤال الخامس. السؤال السادس: أن مطلقة ولي 3 أبناء ومحكوم لهم بالنفقة، لكن زوجي لا يدفعها، وقد حكم عليه أكثر من مرة بالسجن من أجل جريمة إهمال العيال، ومع ذلك ما زال يتلدد في دفع النفقة. ماذا أفعل لإلزامه بدفع النفقة؟ هنا الزوجة هذه تقول، المطلقة هذه تقول أنها في أكثر من مناسبة يعني استصدرت حكم في إهمال العيال وزوجها باقي ما يدفعش النفقة. إذا ما لقتش مع حل وتسأل فهل من حل. هنا القانون نظم المسألة هذه في صلب صندوق ضمان النفقة أو وجراية الطلاق، يعني أنه المطلقة هذه يمكنها أنها تلجأ إلى هذا الصندوق الذي يحل محل الزوج في دفع النفقة أو جراية الطلاق للمطلقات ولأبنائهم محكوم لهم بهذه النفقة. يعني الزوجة هذه تلتجأ ولا تقدم مطلب إلى المكتب الجهوي لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. الصندوق الجهوي هذا اللي في الدائرة الترابية للمحكمة اللي قدمت فيها شكاية جريمة إهمال العيال، تقدم له الوثائق التالي اللي باش نقولهم لكم باش نقراهم لكم يعني. وهذوما الوثائق نظمهم أمر تتقدم بمطلب قلنا معاه نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق، محضر إعلام بالحكم، محضر محاولة تنفيذ الحكم، شهادة في تقديم شكاية في إهمال العيال، ومضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو جراية الطلاق، ونسخة من الحكم المسند للحضانة إذا وقع إسنادها إلى غير الأبوين. هذوما الأوراق المطلوبة اللي لازم تقدم بهم كما قلنا المطلقة باش صندوق يحل محل الزوج وإلا الطليق في دفع النفقة، على أنه يقف صرف هذه النفقة يعني اللي باش كما قلنا باش يدفعها الصندوق بنفس الموجبات اللي تقف بها النفقة بالنسبة للزوج. والزوجة والطليقة إذا كان خذيت بعد ربما يعني جرايات وإلا نفقة غير مستحقة يعني خارج بعد ما سقطت النفقة وهي خذيتها، لابد من إرجاعها للصندوق وإلا هكاك تعرض المساءلة الجزائية. بالنسبة للصندوق هذا اللي يحل محل يعني الزوج الطليق بعد ياخذ فلوسه من عند الزوج هذا عن طريق بطاقات جبر يعني. وهنا كما قلنا تستمر دفع نفقة للمطلقة هذه باستمرار يعني استحقاقها من طرف طليقة. هكذا نكونوا كملنا الحصة هذه، وننتظر إن شاء الله أسئلتكم وتفاعلاتكم معنا على الموقع اللي يبرز تويك على الشاشة.